دي اخر ابواب ركبناها في موقع من مواقعنا. والحقيقة ان الابواب دي معمولة باكتر طريقة بقيت بحب ان انا انفذ بيها الابواب في كل المواقع بتاعتنا، لانها اكتر طريقة بتضمن لي ان الباب يطلع في الاخر بالفينش الممتاز اللي ظاهر قدامنا ده، وبتقفيل محترم، خامات زي ما انا متوقعها بالظبط، مفيش اي مفاجآت او الوان غير متوقعة مثلا او اختلاف في درجة دهان او اي حاجة انا ما كنتش عامل حسابي عليها. الفينش النهائي اللي موجود هنا هو من خامات البي في سي اللي بيكون عليها طبقة لامينيشن بتديها نوع من انواع الحماية ضد التجريح او الخبطات الصغيرة او ان اللون بتاعها يتغير او يروح. كل حتة في الباب حرفيا معمولة من نفس الخامة بالظبط. يعني الحلق بتاع الباب زي ما انتوا شايفين كده تيبيكال نفس اللون بتاع الباب نفسه. كمان البر الخارجي او الحلية الخارجية بتاعت الابواب نفس الفينش بالظبط. الدرجة دي من الجودة ما كناش بنلاقيها غير في الأبواب المستوردة اللي هي بتكون تركي أو صيني. والحقيقة أنا دايما كان عندي فيها مشكلتين. أول حاجة إن مقاساتها ستاندرد دايما ثابتة، وبالتالي لو عندي باب مقاسه أكبر أو أصغر شوية ما بنقدرش نتصرف فيها. والحاجة التانية إنه أغلب أنواعها بيكون شكلها حلو من بره، لكن الحشو والأساس بتاعها من جوه فعلا سيء وضعيف، وبيكون مش مناسب قوي لاستخدامنا اللي احنا متعودين عليه. فكنت دايما بحاول استبعدها وبنشتغل بالطرق التقليدية. وعلشان نوصل لكده لازم نكون عاملين حسابنا من مرحلة المحارة إننا هنركب الأبواب بالشكل ده. يعني ما نعملش الحلوق التقليدية بتاعة المحارة، لا نعمل حلق زفر، أو ممكن ما نعملش حلق خالص بس نمحر مكان الباب محارة مظبوطة، علشان الباب لما يجي يكون جاي بالحلق بتاعه بالبر بتاعه يبقى كله نفس الفينش زي ما احنا شايفين كده. والنتيجة في الآخر إن أنا بقدر أسلم العميل أبواب فعلا جودتها كويسة جدا وشكلها حلو جدا، وتكلفتها تقريبا هي لما بنعمل الأبواب وندهنها ونشطبها بالطريقة التقليدية المعتادة. قولوا لنا ايه رأيكم في الأبواب؟ ممكن تفكروا تغيروا شوية من الطريقة اللي احنا بنعمل بيها الأبواب زي زمان، ولا لسه برضو ماسكين في القديم؟